منجيب كتف خروف تازة، منجيب زبدية ومنحط كمية منيحة من زيت الزيتون، وعلى السريع بجيب كمشة من خيوط الزعفران الظريفة وبسمي بالله وبفركه وبنزله على زيت الزيتون وبحط له نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وأهم شيء إنه نملح مو مشان شيء مشان صحتك يا غالي، ومنحرك هي المكونات الجميلة مع بعض وبكل بساطة بنسمي بالله يا غوالي وبناخذ من هالتتبيلة الظريفة وبنحطها على هالكتف وبنفركه بهذا الشكل. ومهم جدا يا غوالي إنه كتف الخروف اللي عنا يتبل كتير منيح من كل الجوانب، وبدنا نجيب صينية فرن غميقة وبحط جواتها قرن فلفلة حدة وكمان نص بصلة بيضة وبفلفلهم فلفل اسود حب، وبحتاج لحبتين من اللومي، وبضيف شوية صغيرة من الكزبرة اليابسة، ولا تنسوا تضيفوا عودين من القرفة، ومشان النكهة الظريفة بدنا نضيف شوية صغيرة من القرنفل، وبنضيف عليهم كم ورقة غار، وما بتحلو الأكلة إلا برشة كمون خشن، والهيل أساسي بهي الأكلات، ولازم نحط شبكة جوات الصينية، ولازم نحمل كتف الخروف بكل رقة وحنية ونسمي بلا ونحطه على الشبكة، ومن طرف الصينية بدي كت شغلة الخمس كاسات من المي السخنة، ومنغطي كتف الضاني بورقة زبدة، ومهم جدا إنه نكتم الصينية بورق القصدير كثير منيح. وهلا يا غوالي بناخذ الصينية على فرن محمي مسبقا على أعلى حرارة شغال بس من تحت، بنحطه بالرف التحتاني وبنتركها 10 دقائق، بعدين بنخفف حرارة الفرن لحرارة 180 لحرارة ال 200 بيكون مناسب، وبنتركها شغلة 3 ساعات مشان الكتف اللي عندنا يتنهنه نهنها. طبعا يا غوالي اصول اكلة المندي بدها حفرة مندي، ومو كل واحد عنده حفرة مندي بالبيت، فمشان هيك عملت لكم اياها بطريقة منزلية رح تطلع عندكم نفس طعم حفرة المندي. وهلا يا غوالي بعد 3 ساعات بنسمي بالله وبنكشف على الكتف، وهلا بنحمل اللحمة مع الشبكة وبنحطها على جنب، وعلى السريع بجيب رز بسمتي حبة طويلة مغسول ومنقوع لمدة ساعة وبسمي بالله وبنزله على هالمرقة الظريفة، وكل اللي علينا نعمله انه نوزع الرزات جوات الصينية، وبهي المرحلة ضروري انه نوزن ملح المرقة، واذا احتجنا شوية مي بنضيف، ومشان نعمل اطيب رز ويطلع عنا مفلفل وظريف لازم تكون عيار المرقة فوق الرز شغلة السنتي، وبكل بساطة بنحمل الشبكة اللي عليها كتف اللحمة وبنحطها فوق الرزات، ولازم نرجع نكتم الصينية كثير منيح بورق القصدير، وصار الوقت مشان نرجع الصينية على الفرن شغلة ال 35 لل 40 دقيقة لحتى يستوي عنا الرز. عندي هون بريق كبير وبسمي بالله وبحط جواته 3 حبات بندورة، وبدنا نحط معهم شوية كزبرة صغار، ولا بد انه نحط شوية صغيرة من البصل الابيض، وبنضيف سنتم واحد مو مشان شي مشان صحتك يا غالي، واذا بتحب الشطة زيادة يا غالي كتر من قرون فلفل الحدة، واهم شيء انه ما ننسى نملح، وبنختمها بعصرة ليمون، وباستخدام الخلاط او الهاند بلندر بنسمي بالله وبنعمهم كثير منيح، وبهيك الدقوس صار عندنا جاهز، وهذا القوام اللي نحن عم ندور عليه يا غوالي. وبعد مرور 40 دقيقة يا غوالي هلا بنسمي بالله وبنكشف على الصينية بهذا الشكل، وشوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. وخطوة اختيارية يا غوالي، بنجيب ورقة قصدير وبنحط عليها فحمة، وبنحط عليها شوية سمنة صغيرة مشان الريحة الزكية، وبنغطي عليها شغلة ال5 دقائق. وهلا يا غوالي بعد ما قلنا ورقة القصدير وقلنا اللحمة على جنب، هلا صار الوقت مشان ننكش هالرزات، شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، وصلوا على النبي. هلا بنحملهم هيك وبندهدرهم دهدرة. وهلا يا غوالي بس فردنا الرزات بنيجي لعند هاللحمة المقمرة والمشمرة، شوفوا لي على هاللون بسم الله ما شاء الله، وبنحطها بهذا الشكل. وبهيك يا غوالي المندي صار عندنا جاهز. بس قربوا لهون خلينا نورجيكم اللحمة قديش دايب ذوبان، شوفوا لي على هالعظمة كيف هيك بتطلع معنا يا سلام، الله الله الله. وبنيجي لهون عند العظمة الثانية وكمان بنسحبها بهذا الشكل، شايفين الله 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 اللحم دايب دوان يا غوالي. وهلا يا غوالي صار الوقت مشان ندوق، لانه عن جد الريحه يا سلام يا سلام. هلا قربوا لهون بنيجي هيك لعند اللحمه على طول وبناخذ لنا هيك قطعه، شوفوا اللحم قديش دايب ذوبان يا غوالي بسم الله ما شاء الله. رح اخذ لي هيك قطعه محليه وبحطها مع الرزات وبقول بسم الله يا كريم وبدوق، شوفوا لي على لقمه السعاده يا غوالي بسم الله يا كريم. فعلا يا غوالي واحدة من الأكلات المفتخرة اللي ممكن تجربوه، وأنا نفسي أقسم لكم اللحم أكثر وأكثر، بس مشكلته إنه سخن. فهلا بنسمي بالله بسكينتك الحدة يا غالي بنقسم بهذا الشكل، شوفوا لي على هاللحمة يا عيني، شايفين لون اللحمة الخرافي بسم الله ما شاء الله. ناخذ لنا هيك قطعة جميلة بنحطها على الرزات، وبنيجي بناخذ من هالصوص اللي عملناه وبننزله عليهم هيك يا عيني الله الله الله. ولا بنحمل لنا أحلى لقمة مو مشان شيء مشان صحتنا يا غوالي، لازم نهتم بصحتنا. بنقول بسم الله يا كريم وبندوق بسم الله.